نروح نحضروا شوربة فريك مع بعضنا. عندي لهنايا قطع من اللحم مغنمي ولا بقري، يعني الشيء اللي كان متوفر عندكم. عندي لهنايا حبة بصلة شوي كبيرة مربية مليح مليح، ماشي مقطعة، مربية في الروبو. وعندي حبة طماطم. لهنا راح نقسم الكمية بس راح ندير به بلا واحد اخر. عندي زوج حبيبات ربيتهم مع بعضهم، حبة درتها في الشوربة وحبة نزيدها في البلا واحد اخر. نزيد شويه فلفل اسود، ونزيد الملح ونزيد توابل الخاصه بالشوربه. كما راكم تشوفوا هنايا هاد التوابل المعجزه، يعني بزاف هايلين، يعطيوني واحد الكو بزاف رايح. نزيد الورقه تاع الرند، ونزيد ريشه تاع الكرافس اللي نعتبرها اساسيه في الشوربه. ونزيد ملعقه ناقص شويه تاع طماطم المصبره. لهنايا اللي تحب تزيد الهريسه تزيد، تجي شويه حاره. انا لا ما زدتش باسكو عندي ضياف وفي نفس الوقت راجلي ما ياكلش الحرار. ونزيد الزيت حوالي 3 ملاعق زيت ونقلي. شوفوا لهنايا البرمه تاعي كانت تكسرت لي من الجهه هذه، بصح معليش ما حبيتش نزيد نشري صراحه، باسكو ما عنديش وين راح نحط وخاصه انا الحوايج هذو اللي نستعملهم نقولوا مره في الفال، ما نحبش نخسر عليهم بزاف دراهم. فوالا دوكا نخلي الشوربه تاعي تتقلى مليح ومن بعد نحطها تفور. شوفوا لهنايا هاي لكم الشوربه تاعي بعد ما تقلات توصل هكذا. شوفوا لهنايا دوكا راح نمرق، اكيد نمرق بالماء سخون ما تنساوش. لازم الماء لازم يكون سخون يغلي. نمرق ونقفل عليها ونخلي اللحم تاعي يطيب في غرضو. وبالفعل طاب لي زبده.